السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تالتة إعدادي في جامعة حق جمهورية مصر العربية، أهلا بيك. يا رب تكون بخير وصحة وسلامة وسعادة. النهارده صديقي هنحل تدريبات كتاب الامتحان على أول درس تاريخ اللي هو ثورة 23 يوليو 52. لو بتسأل الشرح فين؟ فشرح موجود على المنصة بينزل درس بدرس، ولينكات المنصة موجودة في الديسكريبشن أو في الوصف تحت الفيديو. كمان موجود لينكات السوشيال ميديا الخاصة بينا، فتابعنا عشان تعرف على الفيسبوك أو التيك توك إيه الجديد اللي احنا بنقدمه. يلا بينا من غير ما نضيع وقت نبدا حل تدريبات كتاب الامتحان على تاني درس. التدريبات بتبدا معايا باكمل العبارات الاتيه. اول سؤال بيقول لي يطلق على التنظيم الذي خطط للقيام ثوره ضد الاحتلال والفساد في 23 يوليو 52 يسمى، طبعا معروف اسمه، الضباط الاحرار، واللي عمله كان جمال عبد الناصر. سؤال 2، حاصر الانجليز في فبراير 42 قصر عابدين لاجبار طبعا الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس رئيسا للحكومة. تمت إذاعة البيان لثورة 23 يوليو طبعا تمت إذاعته من مبنى الحكومة أو الإذاعة أنا آسف المصرية. ساهمت ثورة 23 يوليو 52 على المستوى الأفريقي في تحقيق استقلال. بيقول لي أفريقي، عادي ممكن أختار أي دولة عربية وأفريقية، أنا هختار أفريقية بس اللي هي زي كينيا مثلا، لكن السودان شغال، تونس، مغرب، جزائر. كانت تجربة الوحدة بين كل من و طبعا الوحدة كانت بين مصر وسوريا سنة 58 وحصل الانفصال سنة 61. اختر بقى. يرى بعض المؤرخين ان الثورة تكتسب أهمية عالمية لارتباطها باستقلال البلاد، تأسيس حركة الحياد، القضاء على الإقطاع، عقد اتفاقية الأسلحة، طبعا تأسيس حركة الحياد الإيجابي أو عدم الانحياز لأن دي حركة عالمية. يعد من العوامل الداخلية التي أدت إلى هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 48 عامل داخلي من جوانا: فساد النظام الملكي، رفض الملك فاروق للأحزاب، سوء الأحوال الاجتماعية، تدهور الأحوال الاقتصادية، طبعا هو فساد النظام الملكي. تدهورت الحياة الاقتصادية طبعا بسبب صفقة الأسلحة الفاسدة وإرسال الجيش بعدم استعداد. تدهورت الحياة الاقتصادية في مصر قبل ثورة 23 يوليو 52 بسبب هل صراع الأحزاب السياسية ولا سيطرة الاحتكار، سيطرة الإقطاع، تنفيذ معاهدة 36. بيقول لي هنا الأحزاب الحياة الاقتصادية فتبقى معاهدة 36. ليه يا مستر؟ لأن المعاهدة دي خلت مصر ميدان لمعارك الحرب العالمية الثانية، مما أدى لاستنزاف الموارد المصرية لصالح بريطانيا. أصبحت مصر ميدان لمعارك الحرب العالمية الثانية نتيجة برضه معاهدة 36. العامل المشترك بين سوء الأحوال الاجتماعية وعدم وجود حياة ديمقراطية سليمة قبل 52، قبل ثورة 52، صراع بين الأحزاب، انتشار ظاهرة الإقطاع، تدهور الأحوال الاقتصادية، توقيع 36. طبعا هو الصراع بين الأحزاب هو اللي خلى فيه عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة وساهم في سوء الأحوال الاجتماعية. كان حاكم مصر عندما أذاع أنور السادات البيان الأول للثورة وهو طبعا الملك فاروق. سيطر على جميع قطاعات الجيش المصري بعد إذاعة البيان، ده طبعا محمد نجيب. سؤال 8، أسرع إنجازات ثورة 23 تمت في المجال إيه؟ طبعا هيكون في المجال الاجتماعي. هتقول لي يا مستر في الاجتماعي؟ هقول لك لأن أسرع الإنجازات كان قانون الإصلاح الزراعي الأول في سبتمبر 52. تحقق الهدف الأول للثورة عن طريق، هو إيه الهدف الأول للثورة؟ من أهداف الثورة إيه؟ القضاء على الاستعمار وأعوانه، ده الهدف الأول. إلغاء الدستور، حل الأحزاب، توقيع اتفاقية الجلاء بين السد العالي، طبعا توقيع اتفاقية الجلاء. إنشاء جيش وطني قوي كان أحد أهداف ثورة 52، كان الدافع الرئيسي له طبعا هو الهزيمة في حرب فلسطين 48، فكان لازم نعمل جيش وطني قوي. من أهم إنجازات ثورة 23 يوليو 52 في المجال السياسي تمصير البنوك، ده طبعا اقتصادي، مجانية التعليم اجتماعي، إلغاء الملكية ده سياسي، تحديد سعادة العمل اجتماعي. يبقى إلغاء الملكية. يعد من إنجازات الثورة في المجال الاقتصادي توقيع اتفاقية الجلاء ده سياسي، تأميم شركة قناة السويس ده سياسي، تمصير الشركات ده اقتصادي، ساعات العمل ده اجتماعي، يبقى طبعا تمصير الشركات. التعليم الفني والصناعي هو قاطرة التنمية لمصر. طبقت هذه العبارة على إنجازات الثورة في المجال إيه؟ الاقتصادي. طب ليه يا مستر ما اتكلمتش فيها؟ هقول لك لأن ده سؤال امتحان. كل التعليم إنجازات اجتماعية ما عدا التعليم الاقتصادي فقط، التعليم الفني فقط هو إنجاز اقتصادي. صدور قوانين الإصلاح الزراعي حقق هدف الثورة في القضاء على الإقطاع، لأن ده اللي أعاد توزيع الأراضي الزراعية. يعتبر منح المرأة حق الترشح والانتخاب إلى مجلس الأمة من إنجازات الثورة في المجال طبعا الاجتماعي.
لان المراه جزء من المجتمع. يعد من انجازات الثوره في المجال الاجتماعي هو تمصير البنوك ده اقتصادي، استصلاح اراضي اقتصادي، انشاء مصانع اقتصادي، التعليم بالمجان اجتماعي. يعتبر رفض مصر للانضمام للاحلاف العسكريه ده من الانجازات في المجال ايه؟ طبعا العربي والدولي. اشتركت عدة دول في تأسيس حركة عدم الانحياز منها مصر والهند وأندونيسيا ويوغوسلافيا سابقا. ساندت ثورة 23 يوليو 52 كثير من الدول العربية الإفريقية في نيل استقلالها. بيقول لي عربي إفريقي، الكويت عربي أسيوي، العراق عربي أسيوي، اليمن أسيوي، يبقى السودان هو العربي أفريقي. صح وغلط؟ يرى بعض المؤرخين أن الثورة هي حلقة في سلسلة نضال المصريين ضد الفساد والاحتلال. صح؟ ركزت اغلب اهداف الثوره على المجالين الاجتماعي والسياسي. لو بصينا على اهداف، قضاء على الاستعمار واعوانه سياسي، قضاء على الاحتقال وسيطره راس المال اجتماعي، قضاء على الاقطاع اجتماعي، اقامه جيش وطني سياسي، اقامه عداله اجتماعيه وحياه ديمقراطيه سليمه. فالاجابه طبعا هتبقى صح. وافق الملك فاروق على مغادره البلاد قبل الموعد المحدد له. صح، لانه تاكد من كراهيه الجيش والشعب له وتخلي الانجليز عنه. ألغت ثورة 23 يوليو دستور 23 كما حلت الأحزاب السياسية. صح؟ تأميم شبكة قناة السويس من أحد إنجازات الثورة في المجال الاقتصادي. غلط، ده في المجال السياسي. كان لثورة 23 52 أثر بعيد المدى للعاملين الذين أصبحوا غير قادرين على العمل. طبعا صح، لأنها وفرت لهم التأمين. اهتمت ثورة 23 يوليو 52 ببعض الصناعات لخدمة المجال الزراعي. صح برضو، مصنع للأسمدة في أسوان. رحلت القوات البريطانية عن مصر بموجب تطبيق معاهدة 36. غلط، ده 54 اللي هي اتفاقية الجلاء. كان لمصر بعد ثورة 23 52 دورا فعال في مساندة الدول العربية والأفريقية للحصول على استقلالها. طبعا صح. كان لمصر دور رائد في تأسيس عدم الانحياز. صح. كسرت مصر احتكار السلاح بعقد الأسلحة الشرقية. صح. من هو؟ تولى رئاسة الحكومة المصرية في فبراير 42. ده مصطفى النحاس. تنازل له والده عن عشر مصر في 52. ده أحمد فؤاد الثاني. هو الرئيس جمهورية مصر العربية بعد إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية. ده محمد نجيب. المصطلح التاريخي، معاهدة جعلت مصر ميدان لمعارك الحرب العالمية الثانية. دي معاهدة 36. اتفاقية تم توقيعها 54 وتعد من أهم الإنجازات السياسية للثورة، اتفاقية الجلاء. ظاهرة انتشرت قبل ثورة 23 يوليو 52 عبرت عن سوء توزيع الملكية لأراضي زراعية. دي ظاهرة الإقطاع. حركة دولية تبنتها مصر في مؤتمر باندونج هي عدم الانحياز. رتب الأحداث في ضوء التسلسل التاريخي لها من الأقدم إلى الأحدث. طب اتفاقية الجلاء دي في 54. حصار إنجليز لقصر عابدين ده في 42. هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين ده في 48. إصدار قانون الإصلاح الزراعي الأول ده في 52. تأميم شركة قناة السويس ده في 56. إعلان الجمهورية لمصر ده في 54. لا مش 54، أنا آسف، ده في 53. الوحدة بين مصر وسوريا ده 58. تنازل الملك فاروق عن العرش ده في 52. إلغاء الدستور 23 يوليو ده في 53. مؤتمر باندونج ده في 55. يبقى لو جينا نرتب هنقول واحد عند 52 هنا اللي هو تنازل الملك فاروق عن العرش. 2 قانون الإصلاح الزراعي. طب عايزين حاجة بقى 53. 3 أنا آسف لا 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 امسح، اتلخبطت. 1 سنة 42 أهو. 2 تنازل الملك فاروق عن العرش. 3 قانون الإصلاح الزراعي الأول. 4 إلغاء دستور 23. 5 إعلان الجمهورية المصرية. فين 6 برضه أنا اتلخبطت تاني بسبب إيه ده، أنا مستعجل ليه؟ معلش أنا آسف. لا صحش ده 58 53. طيب اتلخبطت ليه؟ بسبب حرب فلسطين. تمام، فهنعيد تاني بالراحه معلش. 1 حصار قصر عابدين، الانجليز لقصر عابدين. 2 حرب فلسطين. طيب نمشي بالراحه بقى كده. 3 فين؟ تنازل الملك فاروق عن العرش. 4 قانون الاصلاح الزراعي. 5 الغاء دستور 23. 6 اعلان الجمهوريه المصريه. طب لحد دلوقتي احنا ماشيين كويس. 7 فين اتفاقيه الجلاء. 8 مؤتمر باندونج.
9 تأميم شركة قناة السويس، و10 الوحدة بين مصر وسوريا. الحمد لله. امال ليه مش عارف جايبينهم كده فملخبطين الواحد ما بين ان انت تبص هنا وتبص هنا. بس كويس، خليكم فاكرين بقى الترتيبه دي. بما تفسر قيام ثوره 23 يوليو، قامت ليه؟ عشان خاطر 6 اسباب: استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون مصر، ادي استمرار الاحتلال، فساد النظام الملكي، هزيمه الجيش المصري في حرب 48، سوء الاوضاع الاجتماعيه ممكن نقول معاها والاقتصاديه، وعدم وجود حياه ديمقراطيه سليمه. دول الست اسباب اللي ادوا لقيام الثوره. سقوط الادعاءات المزيفه باستقلال مصر عقب حادثه 4 فبراير 42، طبعا بسبب حصار انجلترا لقصر عابدين لاجبار او للتدخل في شؤون مصر، يعني لاجبار الملك فاروق على تعيين النحاس رئيسا للحكومه واعلان الحرب على دول المحور. هزيمه الجيش المصري في حرب فلسطين بسبب ارسال الجيش دون استعداد او تدريب، بجانب الاسلحه الفاسده، بجانب طبعا مساعده بريطانيا والولايات لاسرائيل. عجز الاحزاب السياسيه قبل ثوره 23 يوليو عن التعبير عن اراده الشعب ومطالبه، لانها كانت تتصارع من اجل السلطه والحكم. مغادرة الملك فاروق قبل الموعد المحدد له، دي قلناها واحنا بنقول اخطر، لانه تأكد من كراهية الجيش والشعب وتخلي الانجليز عنه. اصدار قانون الاصلاح الزراعي الاول، طبعا تم اصداره للقضاء على الاقطاع. ما النتائج المترتبة على توقيع مصر معاهدة 36؟ طبعا النتيجة هي جعلت مصر ميدان لمعارك الحرب العالمية الأولى. سوء توزيع ملكية الأرض الزراعية في مصر عام 52، النتيجة على أن توزيع الأراضي الزراعية كان سيء، طبعا ده أدى إلى تفشي يعني انتشار ظاهرة الإقطاع. رقم 3 إذاعة البيان الأول للثورة 1952، النتيجة على كده طبعا انضمام الجيش والشعب للثورة، نجاح الثورة وانضمام ليها الجيش والشعب. النتيجة على ثورة 23 على التجارة المصرية. قلنا في التجارة فيها حاجتين، قلنا طبعا في الشرح: تمصير البنوك والشركات اللي هو زي البنوك الأجنبية وشركات التأمين والإصدارات والتصدير والاستثمار، وفتح أسواق خارجية جديدة لمصر. النتيجة على إنشاء السد العالي، ده طبعا ده سؤال قديم قوي، هو طبعا الحماية من الفيضان والجفاف وتوليد الكهرباء. دلل تاريخيا على صحة كل عبارة من العبارات الآتية: اختلفت الكتابات وتعددت آراء المؤرخين حول ثورة 52. وهنا المكان صغير قوي على الكتابة، فاحنا هنقول الرأيين. هو الرأي بيقول إن الحركة أو الثورة أهميتها في إن هي ساهمت في تأسيس العديد من الحركات الدولية زي حركة عدم الانحياز أو الحياد الإيجابي. رأي تاني بيقول إن الثورة هي استكمال لسلسلة من النضال بدأت من الثورة العربية مرورا بثورة 19 وصولا لثورة 52. ثاني دليل بيقول لي لم تؤد معاهدة 36 إلى الاستقلال الحقيقي لمصر. هقول له طبعا إيه بقى الحقيقة وإيه الدليل على كده؟ حيث هقول له حادثة 4 فبراير 42 دي أول حاجة، اللي هو محاصرة الإنجليز لقصر عابدين لإجبار الملك فاروق على إعلان الحرب على دول المحور والمشاركة وتعيين مصطفى النحاس رئيس الوزراء. رقم 2 استنزاف الموارد المصرية أثناء الحرب. 3 فساد النظام الملكي سنة قبل ثورة 23 يوليو 52. ايه الدليل على فساد النظام الملكي؟ حيث تم إثبات تورط الملك أو حاشية الملك أو القصر الملكي في الأسلحة الفاسدة. ده دليل كبير على أن النظام الملكي كان نظام فاسد. 4 نجاح ثورة 23 في تحقيق هدفها الرئيسي في القضاء على الاستعمار وأعوانه. الدليل على كده هو توقيع اتفاقية الجلاء وتنفيذها.
امتى؟ في 56. نجحت ثورة 23 يوليو 52 في الاهتمام بتحقيق نهضة صناعية في البلاد طبعا، والدليل على كده بقى بص، مصنع الأسمدة في حلوان. 2 أسمدة في حلوان ايه؟ الحديد والصلب، أنا آسف، يبقى خلي دي أسوان، والحديد والصلب في حلوان. طيب ايه كمان؟ التوسع في إنشاء معامل تكرير البترول. ايه كمان؟ الاهتمام بالتعليم الصناعي. طيب نجاح ثورة 23 في القضاء على الإقطاع طبعا، حيث أصدرت قانون الإصلاح الزراعي لتحديد ملكية الأراضي. ده اللي استطاعت ثورة 23 يوليو تحقيق إنجازات في التعليم طبعا، عممت مجانية التعليم بجميع المراحل حتى الجامعي. استفاد العمال المصريين من الانجازات الاجتماعيه لثوره 52. طب العمال استفادوا ليه؟ لان يا سيدي بقى تم تحديد ساعات العمل، دي حاجه. مشاركه العمال في مجالس الادارات، وتخصيص لهم نسبه من الارباح، مع قوانين التامينات والمعاشات. دي كلها استفادات للعمال. ظهر اهتمام الدولة المصرية بالمرأة بعد ثورة 52. طبعا الاهتمام حصلت على حق الترشح والانتخاب لمجلس الأمة 56. حققت ثورة 23 يوليو إنجازات عديدة في المجال العربي والدولي، الإنجازات أكبر من المكان فهنقولها. ساهمت في استقلال العديد من الدول العربية والإفريقية، زي مين؟ زي ليبيا وتونس والجزائر والسودان والمغرب، وكمان كينيا، وكمان اليمن والعراق والكويت في آسيا. طيب ده أول حاجة. رقم 2، تأييد ولا زلنا نؤيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة وطن قومي في عاصمته القدس الشريف. رقم 3، إقامة وحدة بين مصر وسوريا سنة 58. رقم 4، المساهمة في تأسيس حركة عدم الانحياز في مؤتمر باندونج بأندونيسيا بمشاركة كل من مصر والهند ويوغوسلافيا. رقم 5، كسر احتكار السلاح العالمي عن طريق صفقة الأسلحة الشرعية. طيب ثورة 23 كان لها فضل في تشكيل حركات دولية طبعا، فساهمت في تأسيس حركة عدم الانحياز زي ما لسه قايلين في مؤتمر باندونج بأندونيسيا. السؤال اللي بعد كده، ماذا كان يحدث إذا لم توقع مصر اتفاقية الجلاء؟ طبعا هو استمرار الوجود البريطاني في مصر. سؤال 2، لم تقم ثورة 23 يوليو 52 بإصدار قانون الإصلاح الزراعي؟ طبعا هو استمرار ظاهرة الإقطاع. ما العلاقة بين حرب فلسطين وثورة 23 يوليو 52؟ طبعا العلاقة واضحة. ليه؟ لأن الهزيمة في حرب فلسطين 48 أدت إلى، أو هي من أسباب قيام ثورة 23 يوليو 52. ما العلاقة بين تدهور الحالة الاقتصادية في مصر وقيام ثورة 23 يوليو؟ هو له تدهور الحالة الاقتصادية وانتشار الفقر والجهل من أسباب قيام ثورة 23 يوليو. الأحزاب السياسية وسوء نظام الحكم، هقول له فساد الأحزاب والتصارع على السلطة أدى إلى فساد نظام الحكم في مصر. استقبل الشعب المصري في صباح يوم 23 يوليو 52 بالابتهاج والترحيب بنبأ قيام ثورة الجيش المجيدة التي أعادت حكم مصر للمصريين. في ضوء هذه العبارة وضح أهداف ثورة 23 يوليو 52 ويكتفى ب3. بصوا يا جماعة، الأهداف إحنا عندنا 3 بيبتدوا بكلمة القضاء على، و3 بيبتدوا بكلمة إقامة. فالقضاء على الاستعمار وأعوانه والاحتكار وسيطرة رأس المال والإقطاع، إقامة جيش وطني قوي، عدالة اجتماعية، حياة ديمقراطية سليمة. ال3 اللي يعجبوكم من ال6 دول اكتبوهم. إنجازات الثورة في المجال السياسي. الإنجازات في المجال السياسي 6. 1، إلغاء الملكية وإعلان حل جميع الأحزاب إلغاء دستور 23، حل جميع الأحزاب السياسية، إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، توقيع اتفاقية الجلاء،
جلاء اخر جندي انجليزي عن الاراضي المصريه، تاميم شراكه قناه السويس كشركه مساهمه مصريه. ادي 6 انجازات، هتكتب برضو اي 2 او اي 3. انجازات الثوره في المجال الاجتماعي: 1. اصدار قانون الاصلاح الزراعي الاول للقضاء على الاقطاع. 2. مجانيه التعليم في جميع المراحل. 3. اعطاء المراه حق الترشح لمجلس الامه او مجلس النواب حاليا. 4. تحديد ساعات العمل، اشراك العمال في مجالس الادارات وتخصيص لهم نسبه من الارباح. 5. اصدار قوانين للمعاشات والتامينات. ورقم 6. التوسع في انشاء الجمعيات الزراعيه والوحدات الصحيه. طب سؤال 13: عملت ثوره 23 على تحقيق كثير من الانجازات في مختلف المجالات. وضح انجازات الثوره للنهوض بالزراعه. النهوض بالزراعه عملنا حاجتين: استصلاح اراضي، دي اول حاجه، ورقم 2 ودي مهمه قوي: بناء السد العالي. طيب على الصعيد العربي، انجازاتنا على الصعيد العربي هنا طبعا مسانده العديد من الدول العربيه للحصول على الاستقلال، ومسانده وتأييد حق الشعب الفلسطيني في اقامه وطن مستقل عاصمته القدس الشريف. بكده يا شباب نبقى وصلنا لنهايه التدريبات اللي عندنا النهارده على الدرس الاول في التاريخ. اشوفكم على خير باذن الله، وصحه وسلامه وعافيه، ونتقابل باذن الله المره الجايه واحنا بنحل تدريبات الدرس اللي عليه الدور. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.